النهاردة عندنا موضوع بسيط كده. دول كشافات دائرية بتركب بره الحيطة. الجديد في الحدوتة إن ده كشاف حركة، السنسور اللي فيه للحركة، أي موشن بتتحرك له استخداماته هنقولها. وده موشن زائد فيه ليل أو نهار، يعني بالنهار ما يشتغلش، يشتغل ليلي فقط عن طريق السنسور ده الجديد في الموضوع. ده امتى نستخدم الحركة؟ ممكن في طرقة قدام حمامات، اوض نوم، بتاع اي حركة، بدل ما تقعد تفتح النور وتقفل النور تستخدم ده. بيشتغل لأي حركة صغيرة، حتى مش عارف اقول لك، يعني حاجات دقيقة جدا ممكن تمشي ينور. فبيديك انديكيشن او انذار مبكر لأي حد بيتحرك. ممكن في غرف الأطفال، ممكن في كل حتة. ده ممكن في الممر بتاع الشقق الطويلة، العمارات الأبراج الكبيرة اللي ممراتهم الدور فيه 6 شقق، يبقى الدور مظلم أو الطرقة مظلمة، وبيعملوا اوتوماتيك وغالي وبيتحرق وكلام من ده. هو ده ممكن يتركب بحيث أي حركة هينور على طول. طب ده امتى؟ ممكن في طرقة قدام الحمام نركبه. بالنهار اهو مطفي، بالليل اي حد خارج او داخل الحمام او من غرفته او هيشتغل. ده ليلي على اساس السنسور فيه ليل ونهار، ده سنسور، والحركة اللي هي الموشن نفسها. ده هنركبه عندنا هنا النهارده في مربع كده او طرقة قدامه عدة غرف، فاللي داخل خارج داخل خارج ده هينور على طول. ده هيبقى قدام باب الشقة بالظبط، على اساس لو انت داخلة او بالليل، كان زمان بيعملوا كده في الباب، تفتح الباب ينور على اساس ليميت سويتش بيتعمل. فالنظام ده عدى عليه زمن، فبقى فيه سنسور، مجرد ان انت تقترب من باب الشقة بينور عشان تشوف مفتاحك او قفلك او. فده الفرق بين الاتنين. هنحاول نركب واحد منهم ونوريكم، وليكن ده دلوقتي لان ده حركة على طول، عشان نوريكم هيركب ازاي. في الحيطة أو في السقف حاليا بده، فهنجيب إزازة وقصيناها بالوضع ده، ونعمل برضه نفس الحدوتة هنا، حتة صغيرة عشان هنعدي منها البنطة، على أساس التراب وأنا في السقف ما ينزلش على عينيا أو يوسخ الأرضية. احنا كده هنبدأ نعمل ثقب في السقف، والإزازة دي عشان التراب ما ينزلش علينا، الدست نفسه او الراست نفسه يتعمل. بكده عملنا التقل، هنبدا نحط فيشر ونثبت. الموضوع الثاني، الكشاف الثاني اللي هو موجود قدامنا ده كشاف بالسنسور دي بتاعت الليل والنهار. يعني بالنهار ما يشتغلش خالص، بالليل ده بيشتغل عادي كاكشن، اي حركه يلقطها. بس بالنهار دي بتدي ان يفصل كهرباء عنها. دي لها شغل، وليكن امام باب الشقه، على اساس ان بالنهار مش هيشتغل، بالليل ممكن يشتغل على اساس ان انت بره ولا حاجه. كانوا زمان بيحطوا زي ما قلت لكم ليميت سويتش، تفتح الباب يفتح ذاتي، بدل ما تقعد تبص النور والكلام من ده. فده مقرر كشاف قدام باب شقتك في السقف او في الجنب، هيلقط الرينج بتاعك، هينور لك وانت داخل. نشوف بقى بعد ما ركبنا الإضاءة دي، الإضاءة بتاعة الحركة اهو. أول ما اتحركت ووصلت عند السلم هيبتدي ينور. طبعا ده هيوفر لي الكهرباء كتير. أنا هنا بخرج من باب الأوضة. برضو أول ما فتحت الباب زي ما انتم شايفين كده، نور الطرقة كلها اللي بين الأوض، من غير ما ادور بقى على الزرار واشوف فين، عشان الواحد بيبقى خارج مش شايف مثلا. وفي نفس الوقت هيوفر لك، انت هتنوري بدل مش مفيش حد مش هتنور. برضه هنجرب دلوقتي الإضاءة اللي هي بتاعة الحركة بتاعة المساء. فاحنا دلوقتي هنتحرك ونروح بقى نفتح الباب، نشوف بقى الإضاءة هتنور ولا لا. اهي نورت مع أول حركة في المكان، اهي منورة اهي فوق. وطبعا بتدي إضاءة لكل الحتة اللي انتي موجودين فيها. ده يوفر معاكي بقى كهرباء وانتي خارجة من باب البيت او انتي داخلة، اولاد نسيوا الاضاءة. ده لان طول النهار هتبقى مقفولة، مفيش اضاءة. اول ما تتحركي طول النهار في المكان ده مفيش اضاءة،
اتحرك بس بالليل، مع الليل والحركة بيدي اشارة. تمام، ارجو تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروا ولايك وتعليق حلو منكم. سلام عليكم.